الفل مساء الأخبار عاملين ايه؟ حلقتنا النهارده حلقة طويلة شويتين تلاتة على النادي الأهلي، وهنفتح النار على النادي الأهلي بسبب اللي بيحصل في أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر. طب هل دلوقتي حد من وزارة الإسكان يطلع يبرر لي اللي حصل في الملف بتاع أرض 6 أكتوبر؟ محدش يقدر ليه؟ لأن الموضوع في الآخر وفي الأول هم جم على قرار سيادي. قرار السيادة وجاي من رئاسة الرئيس. فلما تيجي على قرار من سيادة الرئيس فهو أساسا قرار واجب التنفيذ، وهو إن أنت تدي مول 2000 نادي الزمالك 2026. القرار ده وصل وزارة الإسكان يوم 18/6. وزارة الإسكان واخدة قرارها من يوم 5/6. قال لك قرار رئيس الجمهورية يعتبر ملوش لازمة، يعني قرار خلاص، يعني أخدنا قرار السحب، فمش هنقدر والله. طيب الزمالك خد 500 مليار، تمام؟ خد 500 مليون جنيه من مستثمرين كانوا جايين يشتروا حاجات في النادي، يعني قطع أراضي في النادي وكده، الجديد بتاع 6 أكتوبر. وبالنسبة الأرض دي يعني جنب، يعتبر قريبة من مدينة الإنتاج عند فندق موفنبيك. ف 500 مليون متاخدين، الزمالك خدهم خلاص، يعني اوريدي خلاص الزمالك خدهم 500 مليون. طيب اذا الزمالك اصلا عامل استثمارات ب 2 مليون، 2 مليار. اخد 500 ده على اول دفعه، وهيقسط 500 كمان، تاني دفعه هياخد 500 كمان، وهيقسط تاني دفعه، يعني هياخد بعد كده قسط. تمام تمام. اتسحبت الارض، طبعا في صفقات، في فلوس موجوده، في فلوس رايحه جايه. المصير يا جماعه الحاجات دي ما نعرفش. الناس المستثمرين الفلوس دي كلها هنعمل ايه؟ احنا استلمنا وبناء عليه اشتغلنا وبنحاول وبنعمل واحنا دفعنا فلوس الارض كامله، انت تسحبها مني عشان ايه؟ محدش عارف. واللي عارف الوحيد في الموضوع ده هو وزير الاسكان، اللي عمل قرار ولغاه بمزاجه. لغيته بمزاجك ليه؟ مش فاهم. طيب حد يقول لي انت بتدخل النادي الاهلي في الموضوع ده ليه؟ طب يا جماعه هو يعني امتى الزمالك؟ ما الارض دي موجوده من 2003 واتبدلت بأرض تانية 2014. تمام، عرفنا خلاص اللي هي الأرض بتاعت مول العرب، خلاص عرفنا إنها كانت متبدلة بأرض تانية، خلاص يعني كان مكان حيوي. تمام تمام. جينا دلوقتي الزمالك لما ابتدى يشد حيله في الصفقات وبقى فلوس من الأرض، الأرض دي استثمروا فيها كويس كويس قوي. استثمروا فيها جابوا مستثمر ليها وعملوا أحلى شغل. مين يوجع بقى ومين يتوجع من الموضوع ده؟ إدارة النادي الأهلي تقول لك أصل ليه يبقى كده. طب انت بتتكلم معاك، بتتكلم كإدارة نادي مش عارفة تجيب فلوس هي كمان عشان تجيب لعيبة. طب انت جايب لعيبة قد ايه؟ انت جايب زيزو ب5 مليون، مش عايزين بقى نقول 5 مليون جنيه عشان انت وانا وانت عارفين كويس ان زيزو مش ب5 مليون جنيه. ما تقنعيش بواحد قيمته التسويقية عاملة 2.5 مليار، 2.5 مليون دولار، وانت مش انت بتقول لي 5 مليون دولار، 5 مليون جنيه، يعني اصل مين هيصدق؟ طب بس عامل كده عشان ضرايب، وعملت كده عشان خاطر بس الضرايب ما تعملش عليك موضوع وتعملش عليك موال وياخد منك فلوس. انت عملت كده بس عشان ضريبة الضرايب، وانت كده عارف انت بتدي زوز قد ايه. ممكن يكون 5 مليون ده عقد، بس في منح، ماتشات، في اعلانات، ممكن يوصل معاك 100. يعني زيزو كانت تسويقية اصلا عالية. تمام تمام. وجبت مين؟ جبت تريزيجيه. طب انا بقى قدرت نادي الزمالك جبت عليه الدبابة، جبت ادم كيل وجبت معالي وجبت اللهم صل عليك يا نبي تشيكو بانزا، وجبت احمد ربيع، وجبت اسمه محمد اسماعيل، وجبت المهدي سليمان. تمام. وجبت لعيبه تانية، جايب لعيبه كويسه. تمام تمام. انت بقى رحت عملت الموضوع ده عشان ارض تسحب من الزمالك والفلوس اللي على الزمالك تطلع، والفلوس ونادي الزمالك يفلس وما يقدرش ينافس معاك بعد كده، عشان انت عارف ان بيراميدز اخره موسم ولا موسمين ويركن. ما يبقاش الزمالك من الاخر. مش حد يبقى زي الزمالك معاك يا اهلي، محدش هيبقى زي الزمالك معاك يا اهلي. وهيفضل الزمالك حارق الأهل إلى أن تقوم الساعة، وهيفضل الأهلي حارق الزمالك لأن تقوم الساعة. كلنا عارفين إن القرار ده طلع
عشان يهد الزمالك، مش عشان ما تقوليش بقى الارض اتسحبت ولا 1% اتعمل من الاداره، ولا هم الكلام كله قال لك هم 20%. انت انت مالك يا عم؟ اعمل اللي انا عايزه. ارضي اعمل فيها 1%، اعمل 2%، اعمل 3%، اعمل 100%، انا حر. تمام. ده فيما يخص ارض الزمالك في 6 اكتوبر. نيجي للشق التاني، هو مباراة النهارده. اتمنى اشوف التشكيله دي النهارده. في حراسه المرمى محمد صبحي معاك قدام، باك يمين هيبقى عمر جابر مفيش غيره، بنتاج شمال، في وسط في قلب الدفاع هيبقى محمد اسماعيل، والونش هيبقى في نص الملعب معاك شحاته، وهيبقى معاك عبد الله السعيد، وهيبقى معاك ناصر ماهر. وينج يمين هيبقى معاك اخوان الفينا، وينج شمال هيبقى معاك بتشيكو بانزر، في قدام وديع الدباغ. اتمنى اشوف التشكيله دي، اتمنى اشوف التشكيله دي بس. الفينا تشيكو بانزا، عبد الله، ناصر، شحاته. انت معاك 6 قدام يعني يهدوا برج ايفل. تمام. تقول لي مع هتنزل حسام مجيد مكان محمد اسماعيل، براحتك. محمد اسماعيل عادي، مش مشكله، عادي. انزله عادي. بس اهم حاجه ما تهدليش نص الملعب. التركيبه دي يا جماعه صعب حد يقف قدامها. تركيبه نص الملعب دي عبد الله وناصر هما الاثنين بيلعبوا في نص الملعب، بيعملوا الشغل عالي جدا. تمام. ولو احنا عرفنا نمشي الراجل ده، وعرفنا نجيب المدرب بتاعنا تاني اللي هو جوميز على فكره مدرب كويس، واحنا مش عارفين، ما عرفناش نحافظ عليه للاسف. فاحنا ان شاء الله نجيب مدرب زيه او هو نجيبه تاني. هتقول اصله هرب. هربش، الراجل ما خدش فلوسه. معلش، ما انت عرفت، ما انت الراجل ده انا جبت، ده هو جاب ازاز ميه لحسابه للنادي عشان مفيش فلوس نجيب ميه. ما بقول لك ميه، مش بقى عصير والكلام ده، جاب ميه للفريق عشان رايح الماتش، حسابه شخصي. فظروف ما تخليش حد يكمل. انا مثلا انت شايف شركه اهو. تمام. قال لك والله مفيش ورق، هات ورق على حسابك. مفيش والله، احنا الجهاز بايظ، بس الجهاز البايظ ده احنا مش هنصلحه، انت اللي هتصلحه. نزلت فندق مثلا، والله كل حاجه عايز تصلح، هنجيب لك الصيانه، هنجيب لك الصيانه. مش هتكمل. اتمنى اشوف اداره الزمالك بيتحل ده في الموضوع ده برضه بعد موضوع 6 اكتوبر. والنادي الاهلي طبعا يعني مش عايزين نقول هو السبب في الوقعان بتاع الارض، بس يعتبر يعني ايادي خبيثه موجوده وبتعمل الموضوع ده. اتمنى نشوف النهارده فرحه زملكاويه كبيره على استاد قناه السويس، ونرجع بال3 نقاط من العاصمه الاداريه الجديده. اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.